حتى يعني اللاعب نفسه اوزفالدو يعني تابع الكره بشكل جيد، في النهايه يعني تسجل هدف. نعم. ما يحسب للنادي الاهلي ايضا رجوعا للمباراه من خلال الشوط الاول. اتصور النادي الاهلي يمكن من فتره طويله ما قدم شوط اول نفس الشوط الاول في مباراه اليوم. كان هناك في تحركات هجوميه على مستوى جيد، سواء اسماعيل الحمادي ايضا احمد خليل بدا يرجع لمستواه، بالاضافه الى لويس خيمينيز. يعني نعم. خلينا نقول ان اللعب المتواضع منه اللي المفروض يكون افضل من هذا الشيء. عموما النادي الاهلي ظهر بمستوى جيد خلال الشوط الاول. نعم، في انتظار الشوط الثاني وكان المباراه ستبدا من جديد. قال كابتن اسماعيل بانه اهم شيء في هذه المباراه ان الاهلي الاماراتي كان يعود دائما، يتاخر لكن يعود. معنى ذلك ان ايضا هناك هفوات في الفريق المنافس خاصه في العمق. الاخطاء موجوده هنا وموجوده هنا. نعم. في العمق الدفاعي، في التغطيه الدفاعيه. تو الهدف الاول لو محمد معناها يعطيه لنا مره اخرى نشاهدوه، يعني الهدف هذا بالضبط هذا هو. وتشوف كيفاش محمد عبد الشافي تمركزه في اللقطه هذه صعب. نعم. شويه نوعا ما. كابتن حدثنا عن هذا المقهوي هذا. حسين قهوي هو من اللاعبين الجيدين صراحه. نعم. هو يجيد انه يلعب في المكان هذا، وايضا عنده مكان ثاني ايضا كذلك يبدع فيه. وعندما كنت اقول قبل ما تقاطعني قبل شوي، نعم. انا من رايي انه يتم تغيير زكريا ويرجع بصاص كمحور مع تيسير. نعم. حتى ان تيسير يعني نعرف تيسير انه عنده نزعه هجوميه يقدر يطلع، لكن أكثر. الان نعم. ما يقدر يطلع لانه يعرف ان زكريا عنده واجبات دفاعيه. نعم عنده واجبات، ولا زكريا خبرته ما تنفعه. لذلك حسين مقهوي هو لاعب يجيد يلعب في اكثر من مكان. حتى لو لعب على الطرف الايمن راح يكون مبدع. هو لاعب جيد، لاعب ذكي. هذا اللاعب لا؟ نعم، هو اتى من نادي الفتح. من نادي الفتح نعم. السعودي، وبالفعل هو لاعب جدا رائع يعني، ولاعب ايضا كذلك له مستقبل، وان شاء الله انه يستمر على المستوى هذا. تنصح النصر به يعني؟ والله انا نصحت النصراويين فيه سابقا، لكن للاسف تستغرب من حاجه، تستغرب ان طول الشوط الاول تركيز النادي الاهلي على الجهه اليسرى. ترجع مره ثانيه لتيسير الجاسم. النادي الاهلي ينوي كده انه يسجل في هذه اللحظات، يعدي حلو قوي تيسير ويعمل عرضيه يا ولد، ينوي انه يسجل، وتيسير الجاسم يسجل. تيسير جاب هدف جميل في مرمى الهلال في لقاء 1-1 عندما سجل تيجو نيفاس. وامامنا هنا التقدم ولي احمد محمود حارس المرمى البديل للحارس ماجد ناصر، لكن تيسير الجاسم بقول لحضراتكم لسه بقول ان الراقي ينوي في هذه اللحظات انه يسجل، وبالفعل تيسير الجاسم يسجل في الدقيقه 58 عشان تبقى النتيجه 3-2. شوف عدى من كون وعدى امامنا هنا اهو، استغل الثغره وعبد العزيز هيكل، وفي الدقيقه مسؤوليه ماجد ناصر حارس المرمى. لعيب المايسترو امامنا هنا اهو، ادي المايسترو، ادي افضل صناع اللعب في المملكه العربيه السعوديه في عالمنا العربي. يا ولد يا لعيب، ولعيب وعدى وبالشمال وطمع حارس المرمى في العرضيه، وخطا جديد من دفاع فريق نادي اهلي دبي الاماراتي. وامامنا هنا بقى الجماهير اللي جاي من نادي ساو باولو ولعب في فورتالينزي، وتسديده تغير اتجاه الحمادي، ممكن التعديل ولكن يكملها محمد عبد الشافي. هدف التعديل 3-3. اسماعيل الحمادي الاخطاء الدفاعيه المتكرره في لقاء اليوم، وهدف بنيران صديقه عن طريق طبعا اسماعيل الحمادي هو اللي سجل، ولكن كملها له محمد عبد الشافي اللي حاول يغطي، ولكن كرة داخل الشباك. ياتي هدف التعديل، وامامنا هنا كريستيان جروس يعني غير راضي عن هذه الكرة وهذه النتيجة، ولكن اسماعيل الحمادي يسجل هدفين في مباراة اليوم. هدف التعديل امامنا، ادي امامنا الاعاده، شوف تمريره وكره تثبت قوتها، وادي امامنا النهارده امير كردي وعبد الشافي بيشيلها، لازم يشيلها باليمين، بيشيلها بالقدم اليسرى. هنا لو شالها باليمين كان انهى الامور وحسم الامور، لكن النهارده الاخطاء الدفاعيه والتوفيق الحقيقه اللي بيلازم اسماعيل الحمادي في لقاء اليوم، واداؤه المميز جدا عشان تبقى النتيجه 3-3. الفرصه